في الأيام الأخيرة ناس كتير جدا قابلتها مشكلة إن بطاقة ريدوت باي ما بقتش تقبل على الجوجل بلاي، وطبعا انتوا عارفين إن أغلبية البطاقات ما بقتش شغالة دلوقتي، فناس كتير جدا كانت بتعتمد عليها. أنا جربتها برضو في الفترة الأخيرة، وعشان الستور بتاعي مصري اداني رسالة إن البطاقة غير متوفرة في بلدك، فرسلت الدعم الفني قالوا لي إن هما ما عندهمش أي مشكلة، وإن ممكن المشكلة تبقى من الجوجل بلاي بتاعك، وادوني نصيحة كده في الآخر إن حاول تغير بلد الستور بتاعك. وبالفعل هوريكم في الفيديو ده ان انا هغير الستور بتاعي. انتوا عارفين ان البلد بتاعت فيزا ريدوت باي حتى لو مغير البيلينج ادريس بتاعها هي هونج كونج. هجرب اغير بلد الستور بتاعي لهونج كونج، وهنشوف بقى مع بعض هتقبل ولا لا. وزي ما قلت لك حتى لو حاطط البيلينج ادريس بتاعك امريكا او مصر او اي بلد تانية، فيعني مش هيفرق الموضوع ده، لان الفيزا نفسها البلد بتاعتها او بلد اصدارها ايه. هنشوف المشكله بقى هتبقى من ريدوت باي نفسها ولا من جوجل بلاي نفسه، واديكم شويه نصايح كده عشان تتخطوا المشاكل اللي بتقابلكم، ونشوف مع بعض ايه ارخص ستور، لانه اكيد طبعا ان الستور المصري بيعتبر من اوفر الستورز اللي موجوده في الشراء، لكن يعني ان حاجه تشتغل افضل من ان هي ما تشتغلش خالص. يلا بينا ندخل على طول في الشرح العملي. مبدئيا كده انت لازم في البدايه تقفل الحساب بتاع المدفوعات بتاعك على الجوجل. فبتروح على الجوجل عندك، وبعد كده بتنزل عند خانه المدفوعات، وبتختار هنا كلوز بيمنتس بروفايل. بيطلب منك الرقم السري بتاع الايميل بتاعك اللي انت عايز تقفل خانه الدفع فيه، وبعد كده بتحط الباسورد وبتعمل استمرار، وبعدها على طول بيتقفل معاك الحساب بدون اي مشاكل. وبالتالي كده انت عملت اول خطوة ان انت تقفل الحساب بتاع المدفوعات بتاعك. تاني خطوة دلوقتي زي ما قلتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت، خلي بالك انت دلوقتي مثلا عايز تعمل بلد الدفع هي هونج كونج، فانت لازم تخلي عملة الدفع في ريدوت باي هي هونج كونج. ليه؟ عشان اي معاملة تتم معاك لو انت رايح تدفع على موقع بنفس عملة الدفع بتاعت الفيزا هيخصم منك 1% بس. اما لو عملة الفيزا كانت دولار فساعتها هتضطر ان انت يتخصم منك 2%. طب وعلى ايه؟ ما تدخل على ريدوت باي وتختار الكرنسي وتختار العملة الافتراضية بتاعتك اللي هي هونج كونج او الاتش كي دي، الهونج كونج دولار، وعلى طول بتضغط عليها ودي بتبقى العملة الافتراضية بتاعتك. وبعد كده هرجع على طول على حسابي بتاع الجوجل بلاي، وبعد كده هضيف بيانات الدفع بتاعتي. بحط طبعا 16 رقم بتوع الفيزا والرقم السري وتاريخ الانتهاء، وبحط اسمي وهحط البلد. طبعا هنا البلد لازم تختارها هونج كونج، واحط اي مدينة انت عايزها واي رمز بريدي تجيبه من على الجوجل. طبعا انا العملية اللي عملتها دي تمت من غير في بي ان. لو انت عايز تستخدم في بي ان مفيش مشكلة، ممكن مثلا تحصل قدام مشاكل فيبقى الفي بي ان افضل لك، لكن انا لحد النهاردة شغالة معايا بدون في بي ان بدون اي مشاكل. انا بس بقول لك المشكلة وحلها عشان تخلي بالك. زي ما انتم شايفين بعد ما ضفت بيانات الفيزا، كلمة اللي هي الان افيلابل اللي كانت موجودة على الستور المصري ما بقتش موجودة، وبالتالي ده اول حاجه مبشره ان شاء الله الفيزا هتشتغل معايا. فانا هجرب مثلا اعمل شكرا على فيديو عندي بحيث اشوف كده هل معامله الدفع فعلا هتتم ولا لا، لانها بتتم عن طريق الجوجل بلاي. فدخلت على فيديو من الفيديوهات اللي عندي وضغطت هنا على ثانكس. زي ما انتم شايفين ظاهر لي الاتش كي، معناها ان العمله اللي ظاهره الهونج كونج، وبالتالي كده كل حاجه ماشيه تمام. وبيقول لي اختار المبلغ اللي انت عايز تدفعه، فبقول له والله انا عايز مثلا 25 ادفعهم، وبعد كده بضغط على باي اند سند. وبعد كده بيقول لي انت متاكد؟ ظاهره بيانات الفيزا من الجوجل بلاي اهو، وبياكد عليا ان انا عايز اعمل المعامله دي. فهضغط هنا على باي. في ثواني بسيطه تمت المعامله بنجاح اهو، بيمنت سكسسفول. وزياده تاكيد كمان عشان تشوفوا العمليه بنفسكم، هتلاقوا في رساله مبعوتالي من ريدوت باي ان في خصم 25 دولار من عمله الهونج كونج. ودخلت دلوقتي فعلا على حساب ريدوت باي، لقيت فعلا ال 25 دول مخصومين، اللي هو بما يعادل 3 دولار و26 سنت، اللي هي زود عليها ال1% عشان نفس العمله. وحتى لو دخلت على العمليات الخاصة بالكارت عندي هتلاقوا فعلا في 25 HKD موجودة على الجوجل يوتيوب. وبالتالي كده تمت المعاملة بنجاح. حل سهل جدا وبسيط جدا لكل الناس ان هم يقدروا يستخدموه لحد بقى ان شاء الله ما البطاقات ترجع قدام. انت تقدر تستخدم كده البطاقة براحتك زي ما قلت لك، انا استخدمتها من غير في بي ان. انت عايز تستخدمها في بي ان زيادة اطمئنان، اختار البلد اللي انت عايزها. بس في حاجة عايز اقولها لكم دلوقتي، طبعا يعني اكيد الستور المصري هو ارخص ستور،
فعشان نتكلم على ارخص استورات فهي هتبقى الهونج كونج، وهتبقى السعودي، وهيبقى التركي. خلي بالك بقى لو انت عايز تعمل استور تاني يبقى هتخلي بيانات الدفع تخليها مثلا السعودية او تركيا او ايا كان البلد اللي انت عايزها، وبرضه هترجع تغير عملة الدفع في ريدوت باي نفسها زي ما عملت الهونج كونج، ترجع تغيرها بقى للريال السعودي او ليرة التركية، ايا كان بقى انت عايز الايه ستور بلده ايه. ولو في حد عنده اقتراح لستور تاني، يعني دي تعتبر افضل استورات موجودة تقدر تستخدمها مؤقتا وتشتغل بيها لو عندك حاجة مهمة وعايز تشتريها. اتمنى الخير والتوفيق للجميع، واتمنى ان انا اكون افدتكم. لو في اي حد عنده اي تجربة عايز يحكيها اتفضل يكتبها في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.